توجد قصص كوميدية مضحكة ووهمية كثيرة في كرة القدم المصرية، ولكنها في الواقع لا توجد إلا في خيال أصحابها المريض. ومن أكثر القصص المضحكة ما يردده مشجع الزمالك حين يقولون أن محمود كهربا خسر الزمالك وأضاع نفسه عندما باع الزمالك وقرر الانتقال إلى الأهلي. والحقيقة أن هذا الكلام العبيط مردود عليه بأن هذا الموسم هو السادس لكهربا مع الأهلي، مما يعني أنه ليس لاعبا جاء لموسم واحد ورحل عن الأهلي، وبالتالي يجد اللاعب أنه خسر الناديين معا، أقصد الأهلي والزمالك، وهنا سيندم على رحيله عن الزمالك لأنه لم يستمر في الأهلي. لعب محمود كهربا مع الأهلي حوالي 140 مباراة، وهذا هو أكثر عدد من المباريات والمشاركات له مع أي فريق خلال مسيرته. وساهم محمود كهربا مع الأهلي في 70 هدفا، وهذا الرقم وضعه ضمن قائمة تضم أعلى معدلات اللاعبين كمساهمة في الأهداف التي أحرزها الأهلي خلال آخر 10 سنوات. كهربا حقق مع الأهلي 14 بطولة، منها 4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة التي فشل الزمالك في أن يحققها ولو لمرة واحدة من 23 سنة. وفي تاريخه كله حقق الزمالك دوري أبطال أفريقيا 5 مرات فقط، مما يعني أن كهربا لو فاز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم سيتعادل مع الزمالك بكل تاريخه، ولك أن تتخيل أن ذلك في 6 مواسم فقط. كهربا حقق مع الأهلي 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي لم يشارك الزمالك فيها على مر تاريخه. محمود كهربا وصل إلى هدفه رقم 17 مع الأهلي في البطولات الأفريقية، ورغم كل الانتقادات كهربا سجل الهدف ال12 في دوري أبطال أفريقيا خلال آخر 3 نسخ، وما زالت النسخة الحالية في بدايتها، في وقت نسمع فيه عن أساطير في أندية أخرى تاريخهم كله في دوري الأبطال عبارة عن 7 أهداف، منهم 5 أهداف في أندية الفرز الرابع. كهربا حقق مع الأهلي إنجازات لو ظل يلعب في الزمالك 50 عاما ما كان ليحقق نصف هذه الإنجازات. من الآخر، الأحلام في كرة القدم في مصر وأفريقيا وجدت حتى تتحقق وتتحول إلى واقع داخل الأهلي، فلو أنك ترى أن مسيرة كهربا مع الأهلي فاشلة، إذا أنت تعترف ضمنيا أن كل لاعب الزمالك على مدار التاريخ فشل، لأن تاريخ الزمالك كله لا يوجد فيه لاعب حقق نصف ما حققه كهربا.